هذا هو واد الغسيل في مدينة المكنين من ولاية المنستير، مكان أصبح يؤرق سكان المدينة وحتى المارين منها جراء تفاقم ظاهرة التلوث بالمكان نتيجة سكب مواد كيميائية سامة متأتية من المصانع المجاورة بمدينة قصر هلال وفق سكان المدينة. وبالرغم من مرور السنين إلا أن السلطات الجهوية عجزت عن إيجاد حل يقطع مع هذه الظاهرة الخطيرة التي أرقت سكان المدينة وتسببت في أمراض معدية نتيجة انبعاث غازات سامة في الهواء. هذه كارثة راهي لهناك في المكنين، راهو عندنا كارثة راهي طبيعية، راهي معناتها العباد الكل مرضت، والعباد الكل ولات مرضى بالكونسير، العباد الكل ولات مرضى بضيق النفس. في الصباح العباد ترد جاوا احضروا عليهم صرت هل يخرج من داره وربي يعرف ويبدا يرد. منذ أكثر من 30 عاما يشتكي سكان مدينة المكنين من هذه الظاهرة الخطيرة، وتتفاقم مخاوفهم أكثر مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل المكان أشبه بمصب فضلات. اقل شيء فما جي 30 عام المشكله هذه، وشوفوا لنا حل في اقرب وقت. احنا بعتالي باكل ماء واكل العقاقر كل كي ولا جراثيم كنا نتنفسوا فيه، وفي كل الذراري كل كي تلعب بحذاه وكذا. تحولنا إلى السلطات المعنية في الجهة، إلا أننا لم نتحصل على المسؤولين المعنيين بالموضوع. تتواصل معاناة أهالي مدينة المكنين وسط غياب محير للسلطات المعنية وخاصة الديوان الجهوي للتطهير بالمنستير من أجل إيجاد حلول جذرية لإيقاف نزيف التلوث بالوادي الذي أصبح يمثل خطرا يهدد الحياة البرية والمائية بالجهة. أحمد الصحراوي، قناة المتوسط، من مدينة المكنين، المنستير.